احترم الصور والرموز في الفنادق او حتى في المؤتمرات الصحفيه. يا احترم، انت ضيف، احترم او امشي على قوانين البلد في اي مكان. هذه صور وهذه رموز. وهذه كذلك يعني هي قدمت كل شيء لك، لا تقابلها بالشيء السلبي، قابلها بالشيء الإيجابي. يقولوا لك الجمهور المغربي مرحبا بك في المغرب. قلت لكم كما كان مقررا، لأنه لم يكن بالإمكان السماح للخضر ببلوغ النصف النهائي، لم يكن بالإمكان السماح للخضر بمواجهة منتخب المنظم في هذه البطولة، لم يكن بالإمكان السماح للخضر بالتتويج بلقب كأس إفريقيا 2025. كنا نعلم ذلك. من حق كل مغربي النهاردة انه يفخر بمغربيته لما يعرف ويشوف بعينيه ويسمع بودانه اللي عمله الاستاذ الدكتور الداهية فوزي لقجع مع كل المجرمين واللي تطاولوا على المغرب واللي كسروا ملعب مراكش واللي زادوا في التطاول والهمجية وقلة الأدب والسفالة انهم يقطعوا عملة المملكة المغربية الشريفة، وانهم يتقبض عليهم اشر قبضة، وانهم يترحلوا ويطردوا ويروحوا السجون النهاردة ويتفرج على ده. لازم يفخر بوطنه القوي العظيم المغرب. النهاردة كل مغربي وكل مغربية يوم عيد لما المغرب يقتص من كل المجرمين. النهاردة الفيديو اللي انا هفرجك عليه ما يتعداش، لان اللي هتتفرج عليه بقول لك واللي هتسمعه بعينيك شيء لا يصدقه عقل، ان فيه ناس تقدر ازاي تحط كل حد عند حده وكل متطاول ياخد جزاؤه النهارده. فعلى كل مغربي وكل مغربية قبل ما تدي اللايك، مش مهم، انا عارفك كده كده هتعمل الواجب وزيادة علشان توصل الفيديو ده لانه واجب وطني، وانك هتقول في الكومنتات وتسمع الدنيا كلها مغربي وافتخر ومغربية وافتخر. النهاردة الأستاذ فوزي لقجع بيعلم وبيدي دروس في الوطنية وفي الكبرياء وفي الشموخ، وانك ازاي تعرف تاخد حقك، لان اخد الحق حرفة، ودي حرفة عند اي مغربي بالادب وبالذوق وبالاحترام تعرف ازاي تاخد حقك. ولكن مع المجرمين والهمجيين والمتطاولين وقلالات الأدب والسفلة القذرة اللي كسروا ملعب مراكش واللي كلهم حقد وكلهم غل، لا، ده احنا مش هنحكي عليهم، احنا نتفرج بعينينا ونشوف ونتشفى فيهم وفي اللي جرالهم جراء ما ارتكبوه من فضائح يشيب لها شعر الوليد في بطن امه. فارجوك بعد اذنك
كل مغربي وكل مغربية من طنجة للكويرة، من فاس لمكناس لمراكش لأسفي للدار البيضاء للرباط للقنيطرة للمحمدية للحسيمية للعيون للجديدة للرشيدية ولكل شبر من أرض المغرب، من بركان لبني ملال لبن سليمان لبرشيد لسيدي قاسم والسيدي بنور والسيدي أفني والسيدي سليمان والتطوان والتازة والتمارة والزكورة والسلا وللعرايش والواحة الذهب والكل شبر والوجدة. مش عايز انسى حد، مش عايز انسى حد، لانهم كلهم كرام، كلهم كرام وكلهم عظام وكلهم ما يستاهلوش ابدا ان هم يتم التطاول عليهم كده، لان الشعب المغرب اعزه الله، والعز ليك يا شعب المغرب. النهارده يوم الفخر، يوم العز لكل مغربي انه يتفرج ويشوف بلده فوق الجميع وتأمر وتحكم وتقتص من الجميع ومن كل أن يتطاول على المغرب وعلى شعب المغرب وعلى مقدساته وعلى مكتسباته. تعالوا بينا نتفرج بفخر ماذا فعل الداهية فوزي لقجع، وماذا فعلت السلطات المغربية، وماذا تم مع هؤلاء المجرمين. لقجع 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 في عود نديفلوبيو الفوتبول كل دقيقة أو لقجع أو لقجع، وإحنا البعج اللي عندنا ماشي القجع، عندنا بعج إحنا في الفوتبول كل دقيقة لقجع لقجع. لا انت بروحه ولاو يخدم لبلادو بصحته، بصح أنا ما كنتش تخدموا لبلادنا ونعسوا أو لقجع طلع. عندنا هنا الترفانة بلقجع، أنا نهتر بريزدون اللي يجي لازم يديفلوبي لي فوتبول. أنا يسمع عن هذا التحايل التحكيمي نتحدث أيضا ونقولها بصريح العبارة: لم نكن ننتظر الكثير من هذه الكان 2025 وننتظر كأس إفريقيا أخرى أين تكون الظروف منطقية، أو يكون الحديث كرة القدم. وأيضا عندما تستعيد كرة القدم الإفريقية مصيرها بيدها، وأن تتخلص الكاف من التبعية للأشخاص. هذا هو رأيي الذي خرجت به من هذه الكان ومما حدث اليوم في مباراة الجزائر نيجيريا. لا نقول أن نيجيريا ليست منتخبا قويا، بل هي كذلك واستحقت التأهل أيضا، لكن حتى المنتخب الوطني الجزائري ذبح اليوم تحكيميا. جمال بالعمري، ماذا يمكن أن نقول عن هذه الكان؟ صراحة ليلى قلتي كل شيء، والآن نشوف أنه الخبايا ما رجعتش خبايا في البلد هذا المنظم. أتوقع أنه ما راحش نتكلم كثير، ما نحبش نشكي بزاف لاني لاعب، ما نحبش ندخل في هذا نبان باللي انهزامي. لكن انا عندي رساله للاعبين: ثقوا في انفسكم، ثقوا في العمل، ثقوا في الشعب هذا. احنا واثقين فيكم، ماشي بيسك ربحتوا ولا خسرتوا، واثقين فيكم لانكم تمثلوا العالم هذا. خلينا نقول لهم جمال، هذا العالم هذا اللي هذا الاعلام عمره ما يطيح، الاعلام هذا يمثلوا. وانا نشوف من الاحسن يدخلوا بلادهم، بلادهم بلاد العزه والكرامه وبلاد الاساطير. يدخلوا بلادهم معزين وكرامه. خلاص عيينا من هذه الكان هذه، والله غير عييت انا. تقلقت شويه من الحكم هذا، تقلقت كثير لان انا صراحه لو كنت في الملعب ممكن نخرج باحمر. انا مع الكاركتير اللي عندي. برافو اللاعبين، لعبوا ضد الهاجس البدني، ولعبوا ضد الحكم، لعبوا ضد الجمهور الغايب، لعبوا ضد حرب إعلامية نفسية قذرة صراحة، ما سمحوا لي على الكلمة. أنا نتوقع أنه والله يرجعوا لبلادهم.
اول حاجه بعدا كنبغي نشكر جميع الزملاء اللي تواصلوا معايا من بعد ما انتشر الفيديو ديال الاعتداء ديال الصحفيين الجزائريين داخل المنطقه المختلطه. كنبغي نشكر جميع الزملاء اللي تواصلوا معايا وحاولوا انهم يعرفوا الحاله ديالي من بعد داكشي اللي وقع. ما وقع داخل المنطقه المختلطه كنظن بانه يسيء لدول شمال افريقيا بصفه عامه ويسيء لدوله الجزائر بصفه خاصه. اللي وقع بالضبط هو انه واحد الشخص كنظن من الكاف خرج واحد المجموعه ديال الصناديق ديال واحد المشروب ديال مشتقات الحليب ووضعهم في المنطقه المختلطه. فالصحفيين الجزائريين تهافتوا عليهم لدرجه انهم بداو كيتخاصموا بعضياتهم، وهذا الشيء راه انتشر في واحد المجموعه ديال الفيديوهات. بداو كيتخاصموا على دوك المشتقات ديال داك المشروب. واحد الصحفي جزائري مني شافنا انهم لفتوا الانتباه ديالنا وبقينا كنشوفوا فيهم، ويقول لهم راه بالعاني حطوا لكم هذا الشيء هذا باش نتوما تخاطفوا عليه ويصوروكم. فهذيك اللحظه هما يهاجمونا كيف ما كيبينوا الفيديوهات اللي انتشروا في مواقع التواصل. هاجمونا بواحد الطريقه بحال كاينين في الغابه. تعرضنا للضرب، تعرضنا للسب والشتم. ما حاولناش اننا ندخلوا معاهم ولا نتجاوبوا معاهم بنفس الطريقه. كيف ما كتعرفوا الحمد لله المغرب بلاد ديال المؤسسات، بلاد ديال القانون. حاولنا اننا نكونوا هادئين ونتبعوا المسطره. في الاخير مشينا باش نديروا محضر وبداو كيطلبوا تدخل رئيس البعثه الجزائريه، وبدا كيطلب وكيرغب، قال لك عافاكم سمحوا لينا وهذا التصرف راه كيسيء لبلادهم وكذا. والحمد لله حنا راه كيف ما كيقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. راه تنازلنا وكبرنا اكثر ما حنا كبار، المغاربه كبار وزادوا كبروا. تنازلنا وسمحنا لهم باش هذاك الشخص يغادر التراب ديال المغرب ويمشي لبلادو. ويبقى ليه هذا درس له ولا المجموعه ديال الصحفيين الجزائريين باش نهار يجيو للمغرب يجيو بسلم ويحاولوا يتعاملوا بكل ادب. بيان سور الشوط الاول ضربه جزاء واضحه بدون تتصفر مثلا اي حاكم اي محترف ولا غير محترف يصفرها. ما بيش انا التفكير الحاكم وين كان، لكن هي كرة قدم. احنا درنا جروب مليح، درنا تونوا مليحه، سيبورتاو تاعنا يعطيهم الصحه وقفوا معنا سيبورتاونا حتى الدقيقه التاليه. لكن هذه كرة قدم، اليوم نهار ما تكونش في نهارك لازم تعرف كيفاش تجيري الماتش تاعك. ما عرفناش نجيرو الماتش تاعنا. recruter